النهارده هوريكم احلى مكان ممكن تقضوا فيه دي يوز في وسط القاهره. يلا بينا نفصل دماغنا ونقضي يوم اخر روقان واستجمام. مش لازم عشان نصيف ونغير جو نخرج بره القاهره، احنا جبنا لكم المصيف جوه القاهره في قلب القاهره. فيلا لا روزا طريق مصر اسماعيليه في جمعيه عرابي، يعني 30 دقيقه من القاهره. احلى حاجه في المكان هنا الخصوصيه، اول ما تدخلوا هتلاقوا ركنه لعربياتكم. يلا بينا تعالوا نشوف الفيلا. الفيلا فعلا وهميه زي القصر بالظبط. تعالوا افرجكم على الفيلا حته حته. الفيلا فعلا هتتبسطوا فيها قوي. عندكم مطبخ كامل متكامل بكل حاجه ممكن تتخيلوها، يعني ممكن تيجوا لو عايزين تقضوا اسبوع هنا هتتبسطوا جدا. وعندكم ريسبشن واسع اهو جميل جدا، ممكن تستقبلوا فيه اي حد. وادي ريسبشن تاني. احلى حاجه في المكان ان وانتوا في اي اوضه شايفين البسين. بصوا يلا بينا. وادي الاوضه الماستر كبيره قوي ونضيفه جدا. احلى حاجه فيها ان اي اوضه يا جماعه هنا بص على البسين. بصوا الفيو من الاوض جامد جدا. وادي اوضه تاني للنوم. بصوا برضو الفيو بتاعها رائع. واحلى حاجه ان الاوض كلها مكيفه، يعني ما تشيلوش هم الحر. هنا بقى لما تحبوا تسيبوا الولاد وتفصلوا دماغكم وتتفرجوا على التلفزيون. وهنا بقى ممكن اعمل عيد ميلاد بنتي، فرح، اي حاجه من كتر المكان ما هو كبير وواسع. بصوا جماله. وبصوا كمان في مكان مخصص للباربيكيو، يعني عايزين نروق على نفسنا ونشوي ونعيش الاجواء. بصوا جماله. انا جيت انا واولادي هنا عشان نتبسط ونغير جو. لازم تجربوا انتوا كمان فيلا لا روزا في جمعيه عرابي طريق مصر اسماعيليه، هتنبسطوا قوي.